عليك 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 الصلاة يا نبي الله، عليك الصلاة يا رسول الله، عليك الصلاة، عليك 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 الصلاة يا نبي الله، عليك الصلاة يا رسول الله، عليك الصلاة. سعدك يا حجيت والبس الباسات، يسعدك يا حجيت والبس الباسات، وقفت فم البيت شفت رسول بداته، وقفت فم البيت شفت رسول بداته، عليك 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 الصلاة يا نبي الله، عليك الصلاة يا رسول الله، عليك الصلاة. بينا لا فخرة مرت معجزاته، يا نبات القمر القمر جاته ما لقيته، يا نبات القمر القمر جاته ما لقيته، عليك 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 الصلاة يا نبي الله، عليك الصلاة يا رسول الله، عليك الصلاة. الموت عدوة يا ويل اللي جاتو، وفر الموت عدوة يا ويل اللي جاتو، تصل بين الخوة والبوة وليداتو، تصل بين الخوة والبوة وليداتو، عليك 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 الصلاة يا نبي الله، عليك الصلاة يا رسول الله، عليك الصلاة. كنبغوا نشكروا الائتلاف الوطني للنقابات، وكنبغوا نشكروهم على هذا اليوم الوطني اللي عدلنا فيه الندوة على التغذية الصحية، وكنبغوا نشكرهم على هذا اليوم اللي جمعونا فيه وجمعوا فيه كافة الفنانين. وبهذه المناسبة عندي مجموعة من الرسائل كنبغي نوجهها للمسؤولين، يعني مجموعة من الرسائل اللي صراحة ضارتنا احنا كفنانين، منهم عن واش احنا قاع هون في الاقاليم الجنوبيه ما عندنا فنانين اللي يمثلوا هاي المنطقه، يعني عندنا احنا غير واحد الشخص هو اللي يمثل هاي المنطقه، ما عندنا قاع احنا يعني فنان ولا فنانه اللي يمثلونا الاقاليم الجنوبيه. على ما قط شفنا في موازين عنه فنان شاب يعني خدام وطالع بدراعته ويغني ويعني وتواصل مع الجمهور، على ما قد شفناه في البرامج مثلا كيف رشيد شو، كيف عدة برامج ما قد شفنا شاب صحراوي يعني طالع بالزي التقليدي ويغني ولا في روبورتاجات ولا مي خالقه. واش هذا الشيء واش بغينا نعرفوا احنا، يا كان واش مقصود يعني هذا النوع من التهميش ومن الاقصاء واش مقصود ولا ماني عارف، ولا من الناس عندنا هون ولا من الناس اللي ماتلينا عارفين. بصراحة هذه الظروف اللي واقعنا خلت ياسر من الفنانين أصحابي ومنهم أنا عندنا كنا اللي نتراجعوا عند الميدان الفني اللي هو صراحة الميدان احنا نبغوه ونعطوا فيه.
يا غير مني كتجبر البيبان نقفلوا في وجهك ما تلا عندك ما تعدل. كنبغي نتكلم على ابسط الامور، مثلا المشروع الملكي لتثمين الموسيقى الحسانيه، راه لا يعقل على انه يعني مشروع ملكي ومسجلين ببيسي وميكرو ديال المناسبات. هذا الشيء راهو لا اله الا الله، ميكرو وبيسي ما جايين يسجلونا بلايف. يعني حتى ملي تسمع هذوك الاقراص حكمناهم وسمعناهم راه خسرنا الضحك، لانه ما هو مستوى اللي يتصنت له ولا كاع اللي تعطيه لحد يتصنت له. ثاني شيء، واش مشروع ملكي قد هذا معطيه فيها 3 ملاير و700 مليون ولا ماني عارف بالتحديد، معطيه لك الفرقه 3 ملايين باش تشري الماتيريال، هو غير اللورغ وحده ساوي 3 ملايين ولا 2.5 مليون، غير باتري الكتريك ولا باتري كلاسيك جاب ما نعرف بكم. يعني الماتيريال ديال الفرقه كامل غتشري انت ب 3 ملايين، اش اللي عدلوا بها 3 ملايين؟ واش الناس اللي تجيب بها الماتيريال ولا اللي تعيش بها بحكم على انه مقصين من كاع المهرجانات؟ ابسط الامور. كاين حالا اليوم كاين واحد المهرجان وما استدعوا فيه يعني الشباب ديالنا، ومن هون كنبغوا نوجه واحد رساله للوزاره باش تفتح واحد التحقيق ونعرفوا هاي الفضه اللي انصرفت على من انصرفت ومنين قاست، لانهم من الناس اللي كتعنيهم الفنانين في الموسيقى الحسانيه ما لحقهم منها شي. ما هي 3 ملايين للجروب ويا برا يعني 12 فرقه وتوف. بغينا يعني حل، ولا بصريح العباره الا قدوا يصحوا شيء يصحوه، لانه يعني الموسيقى الحسانيه راهي ما ثلاثه ظاهره. وصراحه نبغي نقول واحد الكلمه هون، يعني اللي يستحق فعلا الشكر راهو اللي يستحق، واللي ما يستحق والله ما يستحق. بالنسبه للناس اللي تستحق الشكر هما المكتب المغربي لحقوق التأليف بصفه عامه، على انهم هو الناس هما اللي رينا معاهم حقوقنا، وعادي يلحقنا شوي منهم بعد. وعندنا من كيف عندنا ما نعرفوا شي قالوا الحقوق وشي مال الى عاد سلا الجهات المعنيه الثانيه ما نراين لا حقوقنا وما نراين معاهم شي. وبالنسبه بهاي المناسبه كنبغوا نشكروا الاستاذ دلال، وكنبغوا نشكروا الاساتذه اللي في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.